يسعد مساكم ويسعد جميع اوقاتكم وين ما كنتوا. اهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. يا فرج يا عامر، اخبار البسطرمه بايظه عندك ايه؟ اخبار اللانشون الحمضان ايه؟ واخبار العصير ايه اللي انتهت صلاحيته؟ اوعى تنطق تاني الالتراس يخشوا مجلس النواب المحترم. هل ممكن بكره هتتلاقوا هتسلموا لا على مش هيحصل، مش هيحصل. انت مش طيب خلاص هتلاقى معاه في المحكمه. طيب خلاص طيب خلينا خلينا نتكلم على المباراه. نتكلم على المباراه نفسها افضل عشان ده مهم بالنسبه لنا. هتلاقى مع مين يا كابتن؟ استعدادات يا كابتن، ده الحاجات دي لازم نحط لها نهايه. طيب في اهانه وانت انت حيوان بقى. حيوان ليه يا استاذ؟ في ايه؟ لا ده انت حيوان. لا ما توصلش ان انت تقول لي يا حيوان، انا مش صغير، انا راجل محترم. لو فرج عامل قال عليك يا سافر تقول له ده اقل حاجه قولها لي. لا مش اقل حاجه، شوف اقل حاجه يسيب له كيلو ويطلع، يسيب له كيلو ويطلع. احضره بعد يا احمد راسك ابو. انا اسف يا سيدي، انا اسف ولا تعني. ابراهيم سعيد هيروح فين؟ طب قول، عايز تقول ايه؟ هقول له يا عم ابراهيم، انت دلوقتي لما انت اتكلمت وقعدت واسلام يقول لك النادي خسر ازاي وانت تقول لا انا ماليش دعوه، انا ليا بس كابتن رضا ومسرح مصر ومش عارف. بس هو بيحبك يا كابتن يا عم يحبني يبقى اتكلم فني. هو عشان مش لاقي فني وهو مفلس فني؟ ده انت يا راجل كنت بتنزل كانك خارج من كوافير عروسه جاي متزوقه. طب ما هو ابراهيم بيحب يا كابتن لا طيب يعني اصل بيقول لك ايه، انا بصراحه لو شفت الكابتن رضا بالشكل ده فك ده انت كنت بتفك مصر كلها. مختصر بس الكلام ده كده ردا على رضا عبعال. رضا عبعال بقى له يومين عمال يحزق كتير، شغال حزق مع ابراهيم فايق وشغال امبارح برضه حزق. فالموضوع انت تخطيته قوي وتقريبا عشان سكت فانت افتكرت نفسك ان ابراهيم مش هيرد عليك. لا ده انا هرد عليك وامسح بكرامتك الارض واوديك واجيبك واعصرك. تمام؟ احترم نفسك. انا اتعاملت معاك ان انت اكبر مني وكابتني، بس من دلوقتي مفيش كابتني. احنا برنامج حواري يا استاذ، ولا انت ده انت حيوان بقى. لا بقى مش عارف بتقول ايه. انا مش هسكت لك تاني. كل شويه حيوان. خش عليك كده، انا بحبك جدا وبعزك وانت عارف كده كويس، ما تزعلش مني، وهو سوء تفاهم وانت عارف ان انا بحبك. لا وانت كابتن. يا عم دراسك ابو. انا اسف يا سيدي. ولا انا اسف يا سيدي، جزمتك فوق جزمتي. يلا يا عم الحمد لله. قول لي. كنت بس حابب اعمل مداخله بس عشان كنت عايز بس اتكلم بس على مستشار مرتضى. طلع يتكلم عليا، سمعت ان هو طلع يتكلم عليا. انت مش عايزني مشيني من النادي بس ما تطلعش تتكلم عليا. هو لما دخل احنا ما كناش مبدئيا عارفين هو عايز يقول ايه. عايز يسخن. احنا قلنا له هو ابوه واخوه عايزين مليون، عايزين نص. عرفنا ورحمه امي يا توفيق لبطلك كوره. لا هدي نفسك، هدي نفسك يا مرتضى. يا سياده المستشار يا سياده المستشار احنا ردينا عليه. مش متربي. انا ما بهربش، مش عارف. انا ما بهربش غير من انت حيوان بقى. مش ممكن. انا بعتذر لك على اللي حصل مني، وبعتذر للعيبه والجهاز الفني من اللي حصل مني. وكنت راسك فوق، انت زملكاوي. كنت متعصب شويه مش هتحصل تاني ان شاء الله. يعني الموضوع مسامحينه؟ ادي راسك يا دي النيله. حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا. انا هتجنن من الموضوع ده. تخرجوا فاصل. انا اسف يا عم انا غلطان يا عم. انا اللي غلطان يا عم. خلاص يا عم. جميلك يا عم. خلاص يا عم. والله العظيم ثلاثة انا اللي غلطان. في بيت في بيت. اتفضل استريح. يلا. ابوك اللي باعك وانت صغير وداك اوروبا، وانت عارف اللي بيروح اوروبا في السن الصغير ده بيحصل له ايه؟ هكشف عليك واديك الطب الشرعي. انت شايف شكلك عامل ازاي؟ انا حلفت لازم اصغر ولد عندي في مضربه يضربه على المؤخره بالخرزانه عشان يعرف مين مرتضى بيه منصور. فاني خرابه سموك ميدو هنا. خرابه بلجيكا؟ لا مش خرابه هولندا. مفيش خرابات في اوروبا. يا جماعه مفيش خرابات في اوروبا، حد يقول له. انا عارف انه يعني هو شاف خرابات كتيره لكن مفيش خرابات في اوروبا. كان عنده صدام مع الوايت نايتس وادوا له على قفاه واتبولوا عليه. وريني هتعمل ايه؟ بس حيوان بقى. لا حيوان. انت جايب لي الواد بتاع سيراميك ده. يا عم بتاع سيراميك انت فاتح محل سيراميك في ارض اللواء. اوعى بتاع البليله. فهو
زي احمد بالظبط، وشكله ونفس طريقته ودفاعه احيانا. انا طبعا عايز اقول لميدو ما تزعلش، لانه انا كنت زعلان منه جدا جدا. يا احمد يا راسك يا بص. انا اسف يا سيدي، انا اسف يا سيدي، انا اسف ولا تعني. طب ما انا بسالك اهو، انت نصاب، ما انا برد عليك. لو انا ناصب على واحد انت ناصب على مصر كلها يا مرتضى. انا مش عايزك تاخدك الوسع شويه يا عم. انت ناصب على مصر كلها وشاتم مصر كلها. قول لي طب رصيدك في البنك كام؟ وكنت بتاخد ال8 جنيه تعملهم 18 جنيه وال10 جنيه بتدخلهم في جيبك، واولادك خدوا صفقات وفلوس قد ايه؟ يا مرتضى احترم نفسك وسنك ومكانتك. انت راجل رئيس لنادي كبير، انت راجل رئيس لنادي كبير، خليك محترم وبطل تعرف الناس على بعضها. بلاش بطل كلمه تانية احتراما للقناه. مش عارف اجابات الاسئله، ما تقعدش تعمل اي كلام وتقول ده انت حيوان بقى. لا ابا والله حيوان. انا مش حيوان بس. نعم. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني اشتم شتايم تاني، يقول لي يا معفن، يقول لي يا جربان، انما ما تزهقنيش بكلمه حيوان. زهقت. فعلا بعتذر عن اي اساءه وجهتها رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بعد تاكيده لي انه والدتي انه مش هو اللي اتصل بيا وان ده حد بيقلد صوته. فانا على المستوى الشخصي بحب المستشار مرتضى منصور. ادي راسك يا دي النيله. حقك عليا، حقك عليا. انا بزعل قوي لما يكتبوا المستشار، لان انا عندي كل الاوراق اللي ما تقولش ان في مستشار. اكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انه سيقدم صباح الثلاثاء CD يمتلك ادله تؤكد ان الاعلامي احمد شوبير يقوم بجلب مواد مخدره الى البلاد. ده خلاص، ده ربنا يكون في عونه، ده ربنا يعينه. لا لا لا، ربنا يعينك، ربنا يعينك، وحياة ربنا انا مملوكش غير ان انا ادعي لك. شرفان تحداني قعدت في بيته قبل كده. خلي بالك، اول ما يبتدي يعمل في صابعه كده ويلعب في مناخيره كده اللي هي المنفوخه دي، والنبي بلاش. لا معلش، لا هو بيطلعني كذاب. كابتن شوبير بس يا بيه والنبي يا خالد، انت مستضيفني بقول الكلام ده على مسؤوليتي. على فكره يا شوبير، اسمع بس، على فكره حنان مرات السواق اللي عملت لك اعتذار تحت ضغط كلمتني امبارح وشكلك هتيجي تاني. بص يا ابني، انت قلت مرتضى منصور قبل كده مش هيقعدني في البيت لو تفتكر. ما دام انت جربتني قبل كده وقلت لك ورحمه امك لقعدك في بيتك وقعدتك في بيتك 8 اشهر. احترم نفسك يا ده انت حيوان بقى. لا بقى، ده انت حيوان وواطي. امك اسمها معاطي. عفوا انا لا اسمع، انا لا اسمع. يا سيدي اقسم لك بالله انا لا يوجد ادنى شيء بيني وبين الاستاذ مرتضى منصور، لا من قريب ولا من بعيد. وعموما يا سيدي، ايوه، اذا كان هو زعلان مني، اذا كانت نسبت اليه مكالمه وبيقول ان انا اخطات الحق امه، يا سيدي فمستحيل ان انا اخطط حق امه، لان ام دي هي امنا جميعا. واذا كان زعلان فهو يا سيدي حقه عليا وحق امه عليا كمان. لسه بقول له يعني الصلح بس مش قوي كده. يعني مش طايقين بعض كل 5 دقايق اشوفه يعني. لا فين كل 5 دقايق؟ ده اول مره. كل 5 دقايق ده اول مره. انت فاهم يا عبد الحليم، انت وعبد الحليم ارحموني. يا عم ادي راسك يا بوز. انا اسف يا سيدي. حقك عليا. ما انتوا تطلعوا بره بجوزات. بس شعرك برضه حتى في يا اخي اغسل انت كمان شعرك. طالما انت قلت سمير زاهر صديقي، صديقك ده حبيبي والله، ده شرف ليا ان انا قاعد جنبه. هو على فكره في البرنامج ده قال ان شوبير كل يوم بحاله ما بيعيشلوش صديق، لازم يقلب على اي واحد. لا انا ما احبش يبقى لي صديق زي سمير زاهر. ايه؟ ما احبش يبقى لي صديق زي سمير زاهر. ليه؟ لا غدار. غدار. انت فاكرني خريج صيدله ولا في ايه؟ لو انت راجل مش خايف من اللي هيحصل لك استناني بقى. استناك يا حبيبي، لو راجل زعلان. يلا سلام عليكم. لا يا عبد الحليم،